اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب. هنتكلم في الحلقه النهارده عن موضوع مختلف وجديد شويه، وهو ليه علاقه اكتر بالجوع والشبع والشهيه، عشان في ناس كتير بتبقى مش عارفه تتحكم في الشهيه بتاعتها، مش عارفه توقف اكل وبتفضل تاكل كتير، وفاكرين ان في مشكله في الاراده بتاعتهم او الاراده بتاعتهم ضعيفه، مش عارفين يتحكموا في نفسهم ويقللوا اكل ويخسوا شويه. بس في الواقع ان في جزء من الناس دي مش بيبقى مشكله اراده ولا حاجه، بس بيبقى في امراض او مشاكل مخلياهم مش بيشبعوا بسهوله. وكلنا برضو يعتبر سمعنا عن مقاومه الانسولين وعملنا عنه حلقات كتير قبل كده، لكن حد فينا سمع قبل كده عن مقاومه الليبتين؟ وازاي الناس اللي بتبقى اوبيز او عندهم سمنه او دهونهم عاليه قوي بيبقى هرمون الشبع عندهم عالي، ومع ذلك بيبقوا جعانين برضه وما بيشبعوش؟ كل ده واكتر هنتكلم فيه النهارده. معاكم جورج رضا في قناه دكتور فيت، ويلا بقى نبدا على طول. من ضمن الحاجات اللي بتتحكم في الجوع والشبع في جسمنا هم هرمونين، هرمون الشبع الليبتين وهرمون الجوع الجريلين. هرمون الشبع الليبتين بيفرز من الاديبوز تيشو، الخلايا والانسجه الدهنيه، وبيفرز برضه من خلايا الامعاء السمول انتستين، وبيوصل لمنطقه تحت المهاد الهايبوثالاموس في المخ، بيوصل اشارات ان الجسم شبع وخد كفايته من الاكل، عكس هرمون الجوع هرمون الجريلين، وده بيفرز من المعده ومن مناطق تاني زي المخ والبنكرياس والامعاء، ويوصل اشارات للمخ ان الجسم جعان ومحتاج ياكل. والهرمونين دول ربنا خلقهم ماشيين مع بعض في تناسق ونظام، اي خلل في اي واحد فيهم بيؤدي الى مشاكل في الجوع والشهيه والشبع وتنظيم وتخزين الطاقه في الجسم. طيب امال ايه بقى مقاومه الليبتين، وازاي الناس اللي دهونهم عاليه مش بيشبعوا بسهوله وبيبقوا جعانين وهرمون الليبتين او الشبع عندهم عالي؟ عشان زي ما قلنا هرمون الشبع الليبتين بيفرز من الدهون. طيب يبقى المفروض كل الدهون في الجسم ما تزيد، هرمون الليبتين او الشبع يزيد فتحس بالشبع اكتر، لكن لحد درجه معينه بيوصل عندها هرمون الليبتين منطقه تحت المهاد او الهايبوثالاموس في المخ مش بتستجيب تاني للهرمون، فبالتالي مش بيأدي الوظيفه بتاعته وظيفه الشبع، وهنا يحصل مقاومه الليبتين ريزيستنس. في ليبتين عالي بس مش شغال، ملوش فاعليه على الشبع، زي ما تقول كده حساسيه المخ ان الهرمون راحت. وده عن طريق بقى ان المخ قلل المستقبلات نفسها بتاعه الليبتين، او المستقبلات نفسها بتاعه الليبتين مش شغاله، او الليبتين نفسه هو عالي قوي مش عارف يعدي البلاد برين بارير ويوصل للمخ، او حصل جين ميوتيشن تحور في جينات الهرمون، بالتالي هيبقى في نسبه ليبتين عاليه بس مش شغاله، والمخ هيعتبر ان الجسم في وضعيه المجاعه الستارفيشن مود، وان الجسم جعان على طول. عشان كده الناس الاوبيز او اللي عندهم سمن او دهونهم عاليه قوي بيخشوا في دوامه كبيره قوي ان هم بياكلوا كتير والدهون بتزيد والليبتين يزيد بس مش شغال، فمش هيشبعوا، فهياكلوا تاني والدهون تزيد تاني، وهكذا. فهيفضلوا ياكلوا لحد ما خلاص بطنهم تتملي على الاخر والمعده بتاعتهم تتنفخ، لولا يوقفوا اكل. ده غير ان نسبه الليبتين او اللي عاليه دي في الجسم ليها مشاكل صحيه، زي انه بيزود من الانفلاميشنز او الالتهابات، وبيأثر على الميتابوليزم والحرق، وليه مشاكل تاني على القلب والكلى والكبد. فمقاومه الليبتين او الليبتين ريزيستنس موضوع خطير جدا مش بسيط، والصراحه مش واخد حقه قوي زي الانسولين ريزيستنس او مقاومه الانسولين. وهو برضه بالمناسبه شبه مقاومه الانسولين، كنا عاملين حلقه كامله عن مقاومه الانسولين والسكر، واتكلمنا عن افضل طرق العلاج ليه بدون استخدام اي ادويه، هحط لكم اللينك بتاعها فوق هنا او اسيبها لكم في الديسكربشن تحت. واخر الابحاث بتقول لك ان من اكبر الاسباب اللي بتسبب مقاومه الليبتين هي مقاومه الانسولين. طيب لو نفتكر كده مع بعض، قلنا ايه اكتر المشاكل اللي بتسبب مقاومه الانسولين؟ السمنه. يبقى كل حاجه ليها علاقه ببعض، حلقه وصل كده، سمنه، مقاومه انسولين، مقاومه ليبتين. وبعد كده خد عندك بقى امراض كتيره جدا زي ضغط وسكر وتصلب شرايين وامراض في الكلى والكبد والقلب وجلطات، زي ما تقول كده باكج امراض على بعض، كل مشكله بتجيب المشكله اللي بعديها، المرض بيجيب المرض زي ما بيقولوا. طب وعليك بايه في كل ده؟ عاوز اطمنك برضه واقول لك ان شاء الله لو عملت الحاجات اللي هنقولها في الفيديو النهارده واللي بنقولها في كل الفيديوهات اللي فاتت برضه، ان شاء الله مش هيجيلك ولا حاجه من اللي قلنا عليها دي، وتلحق نفسك بدري، وهو اننا نعالج المشكله من جذورها والاصل بتاعها. احنا قلنا ايه اول حاجه في كل ده، او ايه اول حاجه في الباكج اللي قلنا عليها دي؟ السمنه. سمنه يعني اكل كتير، يعني حلويات كتير، يعني دهون كتير، يعني سكريات كتير، يعني اكل بايظ. يبقى اول حاجه واهم حاجه نظبط الاكل بتاعنا ونتحكم في الاكل اللي بندخله جسمنا، عشان اللي بيدخل جسمنا هو اللي هيبان علينا. نوقف بقى اكل بره شويه، الجانك فود والفاست فود والبروسيست فود، الاكلات المصنعه دي بتاعت بره، الحاجات دي مدمره فعلا، ونخليها على الاقل كل فين وفين مناسبه مثلا ولا حاجه، مش ناكلها على طول. وطبعا لو في تدخين لازم نوقفه فورا، عشان التدخين هيسرع ويزود الريسك والمخاطر
المخاطر في اي مرض قلناه، ومفيش اي مرض او اي مشكله التدخين مش ريسك فاكتور كبير فيها وعامل رئيسي في اي مرض، وبتتبطل على فكره. وكنا عاملين حلقه كامله برضو عن السجاير والتدخين وازاي تبطلها، هحط لك اللينك فوق واسيبه لك في الديسكربشن تحت. ونوقف ونبعد برضو السكريات البسيطه، الهوز والمولتو والشيبسي والبيبسي وحاجات السوبر ماركت دي كلها، والجاتوهات والحلويات والتورت. وبرضو ممكن نخليها كل فين وفين، مناسبه مثلا، عزومه، مفيش مشكله خالص، لكن مش نتعود عليها ونجيبها كل يوم. ونزود بقى من الخضار والفاكهه، وندخل مصادر السكريات المعقده او النشويات المعقده، الكومبلكس كارب زي الرز والعيش والشوفان والبطاطس. ونزود من البروتين بتاعنا ومصادر البروتين. وطبعا لازم ناخد كفايتنا من الدهون الصحيه، هيبقى ليه دور كبير جدا في علاج مقاومه الليبتين. الدهون الصحيه اللي موجود في صفار البيض، في الاسماك واللحوم والمكسرات، او نستخدم مكمل خارجي زي الاوميجا 3 والمالتي فيتامين. وحاول تخلي اكلك كله في البيت على قد ما تقدر، حتى لو هتبوظ ونفسك رايحه على حاجه اعملها في البيت وكلها في البيت احسن من بره مليون مره. وعارف بقى ايه الحاجه اللي ممكن تساعدك تلتزم على كل اللي قلناه ده وتحمسك وما تلخبطش؟ هي الرياضه والتمرين. لما تكون بتتمرن وبتلعب رياضه ده هيحمسك انك تكون ملتزم، فحاول تنزل جيم تتمرن، العب اي رياضه. لو اسوأ الاحوال مش هتقدر، انزل يا عم اتمشى نص ساعه ولا ساعه في اليوم، احسن من بلاش. مثبت علميا ان الرياضه والتمرين ليهم دور كبير جدا في علاج مقاومه الانسولين ومقاومه الليبتين. فلو عملت كل الحاجات اللي قلناها هنا، اوعدك ان شاء الله هتنقذ نفسك وتحمي نفسك من مشاكل كتيره جدا. هتلاقي دهون جسمك قل، شكل جسمك بقى احسن، عضلاتك زادت، صحتك احسن بكتير، طاقتك وحركتك طول اليوم اتحسنت. مش بس مجرد كمان هتعالج نفسك من مقاومه انسولين او مقاومه ليبتين او سمنه، الموضوع هيتطور معاك وهتبقى حابب الموضوع ومدمن الموضوع. عشان الرياضه فعلا لو جربتها فتره تعرف ان هي ادمان، بس ادمان صحي طبعا، وتحميك من باكج الامراض دي اللي قلنا عليه من شويه، وتريحك كمان من لفك وتعبك على الدكاتره والكشوفات والحجوزات واسعار الادويه اللي تقعد تشتريها والعلاج. فيبقى وفرت فلوسك وحسنت صحتك. والاستثمار في صحتك احسن استثمار، عشان صحتك او جسمك ده الموتور اللي بيحركك. لو الموتور ده فيه مشكله او مش شغال كويس مش هتعرف تأدي شغلك او دراستك او اي حاجه انت عايز تعملها، مش هتعرف تأديها كويس طول ما الموتور ده مش احسن حاجه. لكن لما الموتور ده يكون احسن حاجه واحسن صحه وشغال كويس جدا، هتعرف تقضي حاجتك كلها وزياده كمان. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون استفدت على قد ما تقدر. لو عجبتك الحلقه طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الحلقه عشان كله يستفيد. واكتبوا لي في الكومنتات برضه عاوزين نتكلم عن ايه الحلقات الجايه. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت. استنوا الحلقات الجايه.